السلام عليكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير، طمنونا عليكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ثابت معانا كلنا، ده اللي مفيهوش فصال. مفيش حد مش عنده الموضوع دوت. وطبعا زي ما انتوا عارفين الفيديوهات بتاعتنا زي ما احنا كده، ولا مونتاج ولا أي حاجة، احنا بنتكلم من القلب للقلب. بنتكلم بحاجات احنا عارفينها، وطبيعي طبيعي من القلب. احنا مش مجهزين كلام ولا مجهزين. هو كل ما في الامر بس ان في حد بيقول لي اتكلم عن الموضوع ده عشان في شواهد. يعني ايه شاهد؟ يعني في حاجات حصلت مع ناس فبيتكلموا وبيطلبوا ان احنا بنتكلم في الموضوع دوت. وانا قلت تمام بنتكلم. هنتكلم النهارده عن الصاحب الجدع، الصاحب الرجولة اللي بجد، مش بتاع المشاكل وبتاع اللي هنعمل ونسوي. الصاحب اللي بيعدل الدنيا، الصاحب اللي بيقف جنب صاحبه في الخير، الصاحب اللي لقاك لو انت في حاجة بتعملها غلط بيقف جنبك. الصاحب ده اصلا مش كلمة، يعني كلمة صاحب، في صاحب كده انت بتقول عليه زي اخويا واكتر، ده 10 سنين. انما الحوار كله في حتة ان ال10 سنين ديت لما بيجي لحظة انت محتاج له فيها بيعمل ايه. الصاحب ده الحاجة الوحيدة اللي الواحد بيفضفض معاه وبيحب يقعد معاه وبيخرج معاه وبيقضي وقته معاه. احنا يا اما في الشغل يا اما في البيت يا اما مفيش غير ان واحد صاحبك حبيبك كده يعز عليك، تقف معاه وتقعد معاه وتتكلم معاه وتفضفض له. ده الصاحب. اي حد تاني لا. ده الصاحب اللي انت بتطمن جنبه، اللي انت بتطمن معاه، اللي انت بتطمن ان انت لو مخنوق من حاجة بتقول له، ما بتخافش ان سرك يطلع بره. ده اللي اسمه صاحب، ده اللي اسمه صديق العمر، ده اللي اسمه صديق الدرب زي ما بقول، اللي هو صديق طريق، يعني اللي هو اروح معاه مطرح ما يروح. اللي هو يعني فاهمني. الموضوع النهارده ان نتكلم عن الصاحب دوت. بمناسبة ان في حد يعني بعت لي موضوع ان صاحبه وقف معاه وكده، فقال لي معلش يا استاذ محمود عايزين نعمل القصة عن الموضوع دوت. فقلت له تمام مفيش مشاكل. وقلنا نتكلم، احنا بنتكلم علشان خاطر احنا قريبين من بعض. القناة بتاعتنا كلنا، انا وانتم وانتوا اللي واقفين معايا، وانتوا اللي بتتابعوني، وانتوا اللي بتقولوا ايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش. احنا بننصح بعض وبنقف مع بعض وبنفهم بعض، بنلاغي بعض. احنا كلنا كده هنبقى جروب واحد وناس مع بعضينا كده. اللي يحب يشترك معانا اتفضل اكتب لنا، وانا هعمل لينك كده للجروب. ولو عايز تتواصل معانا في الجروب، عايز تقول قصتك، عايز تقول حكايتك من غير اسامي طبعا هنقولها، ومحدش هيعرف مين اللي بعت ولا مين اللي قال. واللي عايز يحكي كمان قصة او حاجة بس تكون في الطبيعي، ما كنش بنغلط في حد ولا بنعمل حاجة لحد، ونحكي الكلام دوت عادي، يحكيها ويبعتها لي وانا هنزلها على القناة. النهارده يعني يحكي ويبعت القصة بتاعته، واحنا ممكن ننزلها على القناة عادي. بس زي ما قلت لكم ان ما نقولش كلام خارج ولا كلام يضرنا ولا يضر حد ولا يأذي حد. الصاحب الجدع الرجولة بيقف معاك. يعني الناس اللي بعتت لي تتكلم وقالت لي على القصة، كان في واحد صديقه بيقول ان هو عشرة عمره، اللي هم يعني في الامتحانات مع بعض كانوا بيزايدوا على بعض في الامتحانات، بيقفلوا على بعض، انت قفلت انا ما قفلتش، انت عرفت السؤال دوت. لدرجة ان هم كانوا بيزعلوا ان لو واحد فيهم ما عرفش مثلا سؤال او كده. لعربية الفول بقى، للخروجات، للكورنيش بالليل، للفسح، لل نروح نعمل في شغلانة كده، نروح نديها في مصلحة. اخوات حبايب. طيب كل ده طبيعي. ده اللي بيحكي لي القصة هو اللي بيقول لي كده، بيقول لي كل ده طبيعي. يعني الصحاب بيعملوه مع بعض، الناس اللي هم أصدقاء بيعملوه مع بعض، مفيش أي مشاكل.
حتة جزئية ان احنا، ومعلش على اسلوب الكلام لان زي ما انتوا عارفين احنا بنتكلم عادي من القلب، مش بنتكلم اللي هو سكريبت بقى وننسق الكلام، لا احنا بنتكلم على الموضوع بالطبيعي بتاعه. المهم فصديقنا بعت لي بيحكي لي بيقول لي ان احنا اصحاب من زمان حوالي 15 سنة. كل الظروف اللي عشناها عادية، اصدقاء وحبايب وانتيم، وبنروح هنا بنروح هنا، بس ما عرفتش ان هو صاحبي ولا اخويا الا لما والدي دخل المستشفى. والدي دخل المستشفى وكل الناس بقى اختفت. بقى اكتر واحد يقول لك ابوك عامل ايه وخلاص على كده، يعني مفيش حتى عايز حاجة نقضي لك طلب، نقعد معاك نقف معاك، مفيش حد كله خلاص اختفى. لما بصيت لقيت صاحبي بيقول لي ما تقلقش احنا مع بعض طول الوقت، احنا مع بعضينا، احنا زي ما احنا مع بعض في الحلو هنبقى مع بعض في الصعب. وقف جنبي واستلف معايا، ووالدي خف والدنيا تمام، ما فيش اي حاجة، كل ده خلص. كل ده خلص، ابويا خف والدنيا اتظبطت ورجعت تاني. انما انا طلعت بصاحبي، صاحبي اللي وقف جنبي، صاحبي اللي ما خلانيش افكر لحظة ان انا ضعت ابويا هيروح مني. لا، في حد بيهون عليا، في حد بيقف معايا، في حد بيسأل عليا، انا مش خايف، في حد برجع اتكلم معاه. مفيش. في قصة تانية حد بعتها لي برضو لما انا كنت بتكلم في الموضوع بتاع الفيديو النهاردة مع اصدقائنا ان انا هعمل عن الصاحب الجدع. فواحد بيقول لي انا ليا صاحب، وبالمناسبة هو قال لي اذكر اسمه، يعني اسمه ياسر. قال لي ليا صاحب ياسر دوت، يعني 10 سنين السنين. حصلت معايا ظروف كده حبيت اعمل حاجة، وفي لحظة الفلوس راحت والشغل وقف والدنيا والديون والحكاية والرواية. فطبعا خلاص انا استسلمت للامر الواقع اللي هو ايه، هو ما فيش بعد اللي انا فيه حاجة تاني تتعمل، يعني ما فيش حاجة تاني خلاص ديون وما فيش شغل والحكاية والدنيا خلاص وقفت. فخلاص استسلم بقى للامر الواقع. لقيت صاحبي ياسر بيقول لي تستسلم ليه؟ انت عايز ايه؟ تعالى هستلف معاك، تعالى هجيب معاك، تعالى هقف معاك، تعالى دور على شغل، هقول لك على حاجة، شوف انت هتعمل ايه وانا هدور لك على شغل. وبقى يستلف لي، هو بيستلف لي انا ويسد ديوني، وبقى يسعالي ويدور لي على شغل، وفضل واقف جنبي لحد ما ربنا سائل لي والامور رجعت تاني واحسن. وفضل جنبي لحد ما رجعت احسن من الاول، ووقفنا مع بعض وكبرنا مع بعض وبقت كل حاجة تمام. ده كله ليه؟ لاني لقيته صاحبي بجد، صاحبي اللي اكتر من اخويا، صاحبي اللي انا لو لفيت الدنيا مش هلاقيه. صاحبي ده يعني انا بحبه اكتر من نفسي، ومنين بيطلبني بروح له. بعد اللي حصل معايا كان هو بعد ربنا سبحانه وتعالى السبب ان انا اقف على رجلي، وان انا اعمل احلى حاجة في الدنيا، وهي ان انا يبقى عندي شغلي الخاص، وهو السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى. في بقى قصة صغيرة كده واحد قالها لي كده في وسط الكلام، يعني مش هطول عليكم فيها. اللي هي واحد بيقول انا كان ليا صاحبي من اعدادي، واحنا دلوقتي مخلصين كلية بقالنا 10 سنين، وجيت في مرة كده اتزنقت، القبض ما كفاش ان انا اسدد اقساطي، والمصاريف مش مكفية والكلام ده. وصاحبي ده كان في السعودية، صاحبي ده كان في السعودية، ومجرد بس ما انا كتبت على الفيس يا رب فكها علينا، يا رب استرها، لقيت التليفون في نفس اليوم بيرن وبيقول له مالك في ايه؟ مفيش حاجة. لا ده انت في ايه؟ يعني هو
اللي بيحكي لي هو قال لي يعني أنا مش الكلام كله على بعضه، ما كملش كلمتين على بعض. في ايه؟ اخلص. في ايه؟ قال له مفيش، ده بس عليا شوية اقساط وكده. بعت له قبض شهر كامل من القبض اللي هو بيقبضه. يعني صديقي ده او الراجل اللي بيتكلم ده خلى قبضه دفع بيها للاقساط، وصاحبه اللي في السعودية بعت له قبض كامل شهر كامل يصرف منه على بيته كأنه ما صرفش جنيه من قبضه، وسد ديونه وكله تمام. وقال له انا مش هسألك على الفلوس، انا مش هسألك انت هتجيبها ولا لا، ولا اقول لك ما تجيبهاش خالص. فيا جماعة، هو ده الصاحب، هو ده الصديق، هو ده اللي يتقال عليه صاحب جدع. يعني في فيديو تاني هنتكلم على صاحب السوق، الصاحب اللي بيجرك للوش وتعب. بس احنا الحلقة ديت يا جماعة بعد اذنكم تعليقاتكم الجميلة، عشان الواحد بس يحس ان هو فعلا معاه حد ومعاه ناس. تمام. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.